السلام عليكم. عايز اتكلم عن فوضى الاعلام ما بعد ماتش الاهلي والزمالك، ونمسك فرقه فرقه. الحقيقه الاهلي، نبدا بالاهلي. الاهلي الكلام على ايه بقى؟ لا اللعيبه اهي والنجوم اهم، ولا عندهم ومفيش مشاكل. وعلى فكره اصلا مفيش مشاكل. هو الجمهور لما ضغط على اللعيبه وعرفهم ان هو زعلان منهم، لعيبه فائت، امام عاشور فاق، ومبقاش حد بيتكلم على فلوس. ده تريزيجيه يا راجل ما عندوش مشكله انه يقلل عقده. يعني الكلام كان لسه من كام يوم على ان اللعيبه عايزه تزود عقودها. ماتش بقى خلى تريزيجيه وافق ان هو يقلل عقده. طب واخبار زيزو ايه اللي قال لك انا عندي رجلي وجعاني مش عارفه، ضمه وجعاني مش عايز العب الماتش بتاع الاهلي والزمالك؟ اخباره ايه؟ ممكن يكون عايز يقلل عقده هو تاني، وامام عاشور مبسوط والدنيا جميله. يا جماعه، الاعلام الحقيقه واضح جدا ان هو شغال بالقطعه، وعنده استعداد يقول الحاجه وعكسها، وعنده استعداد يقول اي حاجه للجماهير بس الجماهير تنبسط. يعني ايه؟ يعني احنا لو عندنا مشاكل والدنيا والناس زعلانه هنقول اللعيبه. اصل اللعيب كده كده النهارده عندك بكره عنده، يعني بكره بيروح حته تانيه عادي جدا. فده لعيب. المهم الاداره، ما حدش يقول عليها غلطان. المهم الناس اللي هي مشغله الاعلام ما حدش يجي عندها. هي ماشيه كده على فكره، هي ماشيه مصالح. طب الناس فرحانه يبقى نقول لهم بقى ده المشاكل خلصت، ما فيش مشاكل. مفيش مشاكل، ما فيش مشاكل عشان انت غلبت الزمالك 3-0. ما فيش مشاكل. طب هتعمل ايه الماتش الجاي لو اتخلبت ولا اتعادلت من ابني؟ امام عاشور مبوظ اوضه اللبس. هو لحق؟ هو يوم يوم لا. هو يوم يوم لا. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك؟ عايزين تعرفوا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان معتمد جمال قرر، كان فاكر ان الاهلي هينزل ما عندوش حاجه باقي عليها فهيهاجم باندفاع، فوقف عايز يعمل زي جوارديولا، بصوا الكره لورا وبهدوء ووقف على الكره ورا واستفزهم خلوهم يطلعوا وبعدين تبقى تلعبوا الطوليه. فطبعا اللعيبه اصلا ماتشات اللي لعبت قبل كده ماتشات الاهلي والزمالك خايفه اصلا، ما عندهاش ثقه بنفسها اصلا، فبيبصوا الكره غلط من ورا فبتتقطع بتتحط جوان. ده اللي حصل. ليه طيب ده حصل؟ لان طاهر محمد طاهر بيضغط، مش محتاج مدرب يقول له اضغط. حسين الشحات بيضغط، مش محتاج مدرب يقول له اضغط. لكن مثلا ديانج لازم المدرب يقول. فكان اللي بيحصل ايه؟ انه بن شرقي وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وامام عاشور بيضغطوا عالي، بيغلطوا اللعيبه بتاعت الزمالك، فخطفوا الجونين فالماتش اتفتح. ده اللي حصل. شغل ايه؟ شغل فردي. شغل فردي. مفيش حاجه جدت على الاهلي اصلا. الاهلي زي ما هو. طب ايه اللي حصل بقى ان الزمالك ما عرفش يرجع؟ لانه خايف اصلا. هو نازل، هو لازم خايف اصلا. لو ضغط على لعيبه الاهلي زي ما بيراميدز ضغطت على ياسر ابراهيم وغلطته ياسين مرعي، كان غلطوا برضه الدفاع. ما هم برضه نفس وضعهم، نفس حالتهم. احنا شفنا هادي رياض وهو داخل في بنتايج، اصلا هو المفروض ما يدخلش على بنتايج. كان معاه واحد، بنتايج كان معاه المدافع. فجأة لقينا ان هادي رياض جاي وبيخبط بعشوائية بنتايج ويجيب ضربة جزاء. ده ايه؟ ده لعيب واقف على رجله. ده لعيب شايف الماتش، عارف هو واقف فين وبيعمل ايه ورايح فين وبيخبط ازاي في المهاجم او في الوينج. فده مش اخطاء؟ اخطاء كارثيه. طب لو النتيجه كانت 0-0 مصيبه. هو ده الاهلي. هو ده الاهلي. الاهلي عنده مشاكل. الاهلي عنده مشاكل زي ما الزمالك عندها مشاكل. الزمالك فيه مشاكل كتيره جدا وهنتكلم عن الزمالك. فلما نيجي ناخد الماتش ده
سبوبه علشان نقول مفيش حاجه، ده تبقى مصيبه كده، مش هنصلح حاجه. وهنتفاجئ على فكره الماتشات الجايه، الا اذا التحكيم بوظ الدوري. من الاخر، لو التحكيم بوظ الدوري ده موضوع تاني، هو باقي ماتشين. انا بقول لكم مستوى الاهلي ما اتغيرش، انا بقول كده، انا ده رايي. هتقول لي ده احنا غالبين الزمالك 3-0، اقول لك الزمالك فريق اصلا مهزوز نفسيا. شوف الزمالك اخر 5 ماتشات حاطط جونين. بلاش، هو الزمالك الموسم ده بنسقف له وبنقول له برافو عليك عشان مشاكله، وعشان مفيش فلوس، وعشان وقف القيد، وعشان المشاكل الاداريه، وعشان الصراعات اللي موجوده دي لها سنين. فكون ان الفريق تبقى واقفه على رجليها لغايه دلوقتي وتنافس وتبقى متصدره، ده انجاز، دي حقيقه. لكن هل هو فريق قوي؟ لا هو مش فريق قوي يا ناس. ده 23 ماتش الزمالك خسران فيهم 22 نقطه. الزمالك خسران في 23 ماتش 22 نقطه وبطل الدوري. ده معناه ايه؟ معناه ان الزمالك فرقه ضعيف. الزمالك فرقه ضعيف. انا اسف جدا لكل الاهلاويه، الزمالك فرقه ضعيفه. انت غلبت فريق ضعيف، وانت عندك مشاكل، وانت مش جيد فنيا. دي الحقيقه. طبعا في كلام دلوقتي بن شرقي هيكمل. حلو، هيكمل ايه؟ مهاجم. الجونين اللي جابهم، الجون اللي عمله والجون اللي جابه الثالث، اصلا هو كسر من الوينج الشمال، يعني من مكانه، ما كانش من العمق كمهاجم. لا هو استلم ولا حضن ولا خد كرة عالية ودخل المنطقة مش مهاجم. هو اشتغل بإيه؟ بإمكانيات مكانه وينج شمال. فأنت هتخليه يكمل إيه بقى؟ وينج شمال؟ حلو. تريزيجيه هتعمل فيه إيه؟ إبراهيم عادل اللي أنت جايبه هتعمل فيه إيه؟ هيبقى في مشاكل. مين هيلعب مين يقعد؟ حلو. لا انا هلعبه مهاجم. حلو. الماتشين اللي جايين ولا الموسم الجاي؟ مش هجيب مهاجم يعني؟ يعني انت مش هتجيب مهاجم؟ انا هجيب مهاجم. ايوه، هتقعده على الدكه يعني؟ ما هو برضه مش هيسكت وهيعمل مشاكل. بتتكلموا بكلام مش منطقي. انت هتقعده علشان يلعب ايه؟ وينج شمال. انت جايب له ابراهيم عادل وتريزيجيه، هتعمل ايه؟ هتلعب ال3 وينج شمال كل واحد فيهم ماتش يعني؟ هتعمل ايه؟ هلعبه مهاجم يعني مش هجيب مهاجم؟ نظام كهرباء احنا قعدنا 6 شهور يلعب مهاجم ايه؟ وعمر كهرباء ما كان مهاجم، عشان كده ما كملش وما نفعش. كهرباء مش مهاجم. طب انت عايز تخلي بن شرقي مهاجم السنه الجايه؟ مش هجيب مهاجمين يعني؟ مستحيل. انا بقول لك مستحيل. انت بتفاض مايله يا راجل. ولا انت هتقعد مايلي دكه لبن شرقي لو جبت مايلي مثلا؟ مش منطقي. ما هو بن شرقي حط جونين في الزمالك، بس مايلي حط جونين فيك انت شخصيا، واعتقد انك انت احسن من الزمالك. ولا انت شايف ايه؟ فانت كده كده الهري ده اللي بيتقال في الاعلام لا دي تغطيه المشاكل الحقيقيه. لا، في مشاكل، في مشاكل في الاهلي. مشاكل الاهلي ما انتهتش ب 3-0 على الزمالك. هي مش بالماتش اصلا، مش بالقطعه، مش بايه تعال نحفل في يومين. ادينا يومين احنا فرحنا وخلصنا. نتكلم جد بقى، نتكلم بالعقل بقى، ولا هنعيش مغمى علينا عشان ماتش وله ظروفه. الزمالك دلوقتي طبعا السوشيال ميديا برضه بتاعت الزمالك واعلام الزمالك، حسام عبد المجيد الخاين اصله قاعد مع الاهلي. حسام عبد المجيد الاهلي يحاول يتفاوض معاه دول 1.5 سنة، ده مش امبارح. يعني وانت قبل الماتش بتاع الزمالك والاهلي كنت شايف ان حسام عبد المجيد احسن مدافع في مصر، وبتسقف له وبتقول هو شايل الفرقه. عشان الماتش برضه بقى خاين؟ هي هتمشي كده؟
انتوا بياعين كده، يعني انتوا بياعين كده. حسام عبد المجيد كان سيء، كان سيء جدا، لكن كان متواطئ؟ لا طبعا، لا. والولد نفسيا كان منهار، غلط غلطه في الثانيه خرج من الماتش، خلصت، باظت الدنيا. كان المفروض معتمد جمال يا يخرجه، يا يخرجه يطلعه لو عنده حد يقدر يلعب مكانه، يا اما على الاقل خالص كان زود حد يدافع، ان شاء الله يلعب 3-5-2 يتصرف. كان لازم يحل، لو هو خايف على نفسيه الواد انه يطلعه كان لازم يحل، ان شاء الله يلعب 3-5-2. هو واضح جدا ان الواد خرج، مش يخليه يلعب ضربه الجزاء الشوط الثاني. وده برضو وانت على المر كده سهل تفكر، لكن وانت ساعه الضغوط والجمهور بيهتف حواليك والدنيا سخنه، ممكن الانسان يعني يفوت التفكير، ده طبيعي جدا يعني. لكن كمان الطبطبه، لانه في بعض الناس برضه في السوشيال ميديا الزمالك نطبطب ندعم نزق، لا، لا كده ولا كده. واحنا يا نهون يا نهول، لا كده ولا كده. نتكلم صح خلاص، نقول الحقيقه، اللي اللي شايفينه. هو الزمالك كان وحش ليه؟ لانه لعب مش بتاعه، مش هو اللي هيطلع من تحت ويباصي، ومش هو، ما ينفعش، ما عندكش. الزمالك ما عندوش، الزمالك عنده مشكله في خط الوسط اصلا، مشكله كبيره. الزمالك بيلعب على تحولات وكره كده تفلت يعني، وسرعات بزيره، دي الحقيقه. فانت لازم تلعب لعبك، وتلعب اللي تعرف تعمله، وتلعب من غير خوف، وما تلعبش اصلا الفرقه الثانيه هتهاجم على، ما تنفعش تفترض حاجه كده. يعني لازم انت اتفاجئت بحاجه في الملعب لازم تتعامل معاها، تتعامل معاها بتغيير، تتعامل معاها بتعليمات مع اللعيبه، لازم تتعامل معاها، مش تقف تتفرج عليها لغايه ما تحصل مصايب. لكن ده ما حصلش في ماتش الزمالك من معتمد جمال، وده اللي ادى الى اللي احنا شفناه، الدرمكه اللي احنا شفناها دي كلها. اشوف انه الكلام الحقيقه الاعلام والسوشيال ميديا كلام يعني تحس انه الاستهلاك المحلي لتغيير الجماهير، وكل واحد بيعزف على ليلاه. يعني اللي عايز يبرر لجماهير الزمالك الهزيمه، عايز يجيبها في لعيب ويشيله الطين، عايز يجيبها هنا، عايز يجيبها هنا. وفي الاهلي عايز يقول لك ما فيش حاجه، ما فيش حاجه غلط، ما فيش مشاكل، والدنيا جميله، واللعيبه دي زي الفل. اللعيبه دي مش زي الفل، واللعيبه دي عندها مشاكل، واللعيبه دي انت حسين الشحات بعد اسبوعين انت مش عارف اذا كان معاك ولا مش معاك. طاهر محمد طاهر انت مش عارف الماتش الجاي هينزل ولا زيزو اللي هيلعب، محدش عارف. احنا شفنا طاهر محمد طاهر هو بيهاجم وبيدافع، لكن احنا ما بنشوفش زيزو بيهاجم ولا بيدافع. فمين الاولى بالمكان؟ مين الاولى بالمكان؟ شفنا طاهر محمد طاهر وهو اجريسيف جدا وبيضغط، وبيغلط المدافعين، وبيعمل اسيست برضه. لكن زيزو بيحلق، هو متعود في الزمالك بيحلق بس. حتى في الزمالك كان بيحلق على فكره، انت جايبه بيحلق، عمره ما ضغط يعني، وما بيدافعش. برضه انت جايبه ما بيدافعش، ما هو كان في الزمالك ما بيدافعش، ما انت شايفه وجايبه وعارفه. فمين الاولى بالمكان ده؟ طاهر ولا زيزو؟ زيزو بياخد 150 مليون، ما ينفعش طاهر 15 12، ده راجل غلبان يقعد على الدكه. لا ما تمشيش كده. انت اللي اديت لزيزو 150 مليون، محدش قال لك تعمل كده. فالاعلام عليه ان هو يراجع برضه، ما اقدرش اقول كده ان هو يراجع نفسه، مش هيراجع نفسه على حسب المصلحه يعني. الاعلام على حسب المصلحه، وبيدي الجمهور احيانا. حتى بعض الناس في السوشيال ميديا بتبالغ، تقول لك اصل الجمهور عايز يفرح، فتعالى ننفخ بقى في لعيب، ننفخ في اداء، ننفخ. هم شايفين العيوب وشايفين المشاكل، بس الناس مبسوطه، يلا نايص. طب وبعد الهيصه؟ ما هو بعد الهيصه اخره الصبر طيط. شكرا جدا لكم.